أعزائي المشاهدين في كل مكان، أعزائي المشاهدين في كل بلاصة، أعزائي اللزوميين، أعزائي اللزوميات لكل شير وشيرية، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إننا يا شباب في الجزائر لازم نجرب حاجة، وخصوصا في رمضان لازم نجرب حاجة اسمها الشربات. طبعا نصحونا الشباب، يعني أنا دائما ينصحوني وأطلع. طبعا نصحونا الشباب بشفكارة البناء، بشفكارة الشربات. يعني شوف حتى يعني تناسق الأسماء. طبعا معنا هذه البنة اللي هي الشربات بذوق الليمون. بنجرب طعمها. أوكي، بس تعرفونا يعني قبل ما نجرب الطعم لازم نقرا المكونات زي الشفكارة، وسعر مقنن 30 ملي 1 ملي لتر. طبعا هذه شفكارة الشربات سعرها 50 ميل، تمام، اللي هي 5000. تمام شباب. وعلى فكرة أنا ما أعرف على إيش أنتم تاكلون الشربات هذه أو تشربوها، فيعني اسكيوز مي يا شباب. اللي اتضح لي إن هذه الشربات عبارة عن موية وعطر فقط. يعني تشرب الله يرحمك. بس عاشت الجزائر وعاشت الشربات. يلا بنجرب الشربات الحين. اللي معانا كاس، معانا كاس. نفتح الشربات. أكيد يعني ما معنا مقص، بس معانا فمنا. هنفتحه بالفم كذا، يعني زي ما سوينا الشفكارة، حليب الشفكارة. بسم الله. طبعا شباب فتحنا حليب الشفكارة، قصدي شربات الشفكارة، تمام. فتحناها بفمنا طبعا. طبعا هنا الشربات، معانا كاس، بنجرب الطعم الرهيب. تفرج على الطعم كأنك في الحمام قاعد تقول. اوكي، وبنجرب الطعم. أول مرة في حياتي أجربها شباب. قول بسم الله. واو شباب والله طعمها يعني رهيب. ايش هذا؟ يعني ايش يعني الفائدة يعني؟ صراحة عاشت الشفكارة الحليب. شفكارة الشربات ما عجبتني. ما عجبتني نهائيا. بس لازم يعني في رمضان مع كل أسرة جزائرية لازم يكون معاهم هذه شفكارة الشربات. فتحية الشفكارة وتحية الشفكارة الشفكاريين وتحية الشربات. خصوصا انا ما عجبتني صراحة. كاني قاعد اشرب يعني ختاما شباب، لا تنسون تكتبوا لي ايش نجرب في رمضان، يعني اشياء او اكلات جزائريه ثانيه. ولا تنسون اللايك، متابعتك الجميلة يا حلو يا جميل انت يا كيوت يا ريزوم. الله يحفظك، ورمضان كريم وصحة رمضانكم وصحة فطوركم.